بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم عندنا مراجعة على درسي سلطات الدولة ومجلس الوزراء، الدرس 20 والدرس 21، ومعنا مجموعة من طلاب الصف الثالث المتوسط في حل هذه الأسئلة ومراجعة الدرسين. السؤال الأول: ما الهدف من سلطات أي دولة؟ مع البطل أحمد عطية المولد. تهدف السلطات في أي دولة إلى تنظيم شؤون الدولة والمجتمع. بارك الله فيك. السؤال الثاني: مما تتكون سلطات الدولة؟ مع البطل حسن تيسير. تتكون من 3 سلطات: السلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية والسلطة القضائية. بارك الله فيك. السؤال الثالث مع الطالب أحمد عاقل: من هو مرجع السلطات؟ الملك. بارك الله فيك. السؤال الرابع أيضا مع الطالب أحمد عاقل: تختص السلطة التنفيذية ب الإدارة ويمثلها مجلس الوزراء. بارك الله فيك. تختص السلطة التنظيمية ب مراجعة تقارير الأجهزة الحكومية ويمثلها مجلس الشورى. بارك الله فيك. تختص السلطة القضائية ب الفصل في النزاعات ويمثلها المجلس الأعلى للقضاء. الفصل في المنازعات يعني حل المشاكل القضائية بين الأفراد، بين الشركات، بين الأفراد والشركات، أي منازعات داخل الدولة. السؤال الخامس: ترجع نشأة مجلس الوزراء لعام إياد ياسر 1351 هجرية، وكان يعرف أولا باسم مجلس الوكلاء. بارك الله فيك. والطالب محمد عارف: يتألف مجلس الوزراء من 1 الرئيس، 2 النواب، 3 و4 الوزراء ووزراء الدولة، أخيرا المستشارون المعينون. بارك الله فيك. السؤال السابع مع البطل خالد مشعل الشمري: اذكر يا خالد اختصاصات مجلس الوزراء. طبعا معنا في أول كل سؤال كلمة مفتاحية توضح لنا وتسهل علينا حفظ الإجابة. رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية. ممتاز. يشرف على تنفيذ القرارات واللوائح والأنظمة. ممتاز. يقر الميزانية العامة للدولة. أحسنت. يقر معاهدات واتفاقات المملكة. اتفاقات المملكة. بارك الله فيك. أحسنت. أخيرا السؤال الثامن: ما هي الأجهزة المشكلة لمجلس الوزراء؟ الشؤون الاقتصادية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية. أخيرا مجلس الوزراء. بارك الله فيك. يعطيكم ألف عافية، ويا رب يكون التصوير واضح، وأشوفكم الحصة الجاية على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.